اللي بيقول على اي واحدة انها زانية 80 جلدة على ظهره، سورة النور، والذين يرمون المحصنات تجلدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون. الا ستنا عائشة لو واحد قال عليها زانية يبقى كافر ومرتد عن الاسلام. ليه؟ لان الله برأها من فوق 7 سماوات في سورة النور. ان الذين جاءوا بالافك بالكذب، بس يبقى لما ربنا يقول كذب وانت تقول له لا ده هي زانية، يبقى ده انت كذبت الله، يبقى كافر بالله. يبقى دي مش مذاهب. المذهب يعني المسح على الرأس، المسح مش عارف ده دي مذاهب مختلفة. لكن عقيدة ده بعضهم بيقول ان القرآن اللي موجود بين ايدينا مش ده القرآن اللي نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني في خلافات عقائدية بيننا وبينهم، عقائدية. انما تضليل الناس بالجهل ده ان الخلاف مذهبي، لا ده مش خلاف مذهبي. وطبعا زي ما قلنا قبل كده دي كلها سياسات. يعني دول اللي انا بتصوري، يعني الازهر ده ولا شيخ الازهر اللي بيعينه الرئيس ده لازم يمشي على سياسة البلد. يعني لما مصر حطت شروط المصالحة بين حماس والطلع، هو برضو يقول بنفس الطريقة دي ان الصالحة دي المصالحة، اقول لك بالنص هو بيقول لك المصالحة فريضة شرعية وواجب مقدس، ومن يعرقلها او يؤخرها هو آثم. ليه؟ علشان مصر كانت حاطة الشروط بتاعتها. اقسم على الغيب لو كانت قال العكس لكان قال العكس، واتقال قبل كده. هلا هو مش عامل ايام عبد الناصر ما قال لك طلع الشيخ الازهر ويقول لا يجوز الصلح مع اليهود، وفعلا لا يجوز الصلح مع اليهود. لما جت سادات 180 درجة وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهم للاسف حسبنا الله ونعم الوكيل في المنافقين دول، وخصوصا لما يكونوا بجهله كده زي اللي جابوه في التلفزيون. حتى مرضاش اللي الشيخ القرضاوي ربنا يديله الصحه يقول على اسمه، وانا عارف هو مين يعني. وقبل ما يعملوا معاه الحديث في التلفزيون عن تحديد الناس يقول لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا تحديد الناس. اما انا عارف، بس انتوا بتقولوا ايه يعني؟ هنا عندكم هنا تحديد الناس لحلال ولا حرام؟ عشان اوضب نفسي. ما هو دي المشكله ودي المصيبه. زي الشيخ ده برضو اللي اسمه احمد الطيب اللي هو بتاع الازهر ده، تبقى اختنا كاميليا محبوسه وتعذب وتفتن في دينها، ويروح يفطر مع النصارى في العباسيه في رمضان ويطلع لنا حته فتوى بقى سبحان الله. يقول لك لا يجوز للمسلم انه يمسك الكتاب المقدس بتاع النصارى اللي بيسموه مقدس، اللي عندهم هو مقدس يعني. لا يجوز للمسلم انه يمسك الكتاب المقدس الا لما يكون متوضي اسوة بالقرآن. شوف ربط الكلام. دي خيبتنا ودي مصيبتنا. ربنا يعافينا من هؤلاء عشان ربنا يصلح حالنا يا رب. اللهم امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجدي غنيم.